بنيان. فسوينا طريقه ان نسوي معهد ويا مجلس التنميه الاقتصاديه او تمكين انه يسوون لنا معهد عشان يدربون الحرف، منها النجاره، منها المقاولات، ومنها البلامينج والكهرباء والجبس والى اخره. ونسوي هالمعهد، والمعهد ذي يكون مثلا يكون دوره لمده 5 أشهر. هالدوره اللي فيها 5 أشهر يعني تتوجه الى الناس اللي هم ذوي الدخل المحدود او الباطلين عن العمل، يدشون الدوره هذه ويتعلمون هالحرف. ومن بعدها اذا نجحوا في الكورس هذه اللي هو 5 شهور ولا شيء كذي، يروحون يدشون الى برنامج ثاني يشتغلون ويا القطاع الخاص اللي هم المقاولين الكبار اللي موجودين في البحرين. وتعطي الحكومه 200 دينار حق العامل البحريني، والقطاع الخاص ال 200 دينار اللي كان يدفعها حق الاجنبي يدفعها حق العامل البحريني، فيحصل العامل البحريني 400 دينار. اول شيء افتكينا من مشكله بطاله هني، زين، وافتكينا وزيدنا الدخل حق ذوي الدخل المحدود. واللي يشترك في هذه البرنامج يضمن بيته بعد 5 ولا 6 سنين انه يستلمه بارز مبرز، وهو اللي يدافع، وهو اللي قاعد كان يشتغل على البيت، وهو اللي بانيه بنفسه. فمن كذي الفلوس اللي بندفعها كرواتب حق هاي الاشخاص بتنضخ اخر شيء في البلد، واذا انضخت في البلد بينتعش الاقتصاد بدل ما فلوسنا قاعده تطلع برا. للاسف يا جماعه في الفتره الاخيره، يعني في السنوات الاخيره، البحرين دشت في مديونيه. المديونيه دشت البحرين فيها لعده عوامل. اولا ان دشت البحرين في مديونيه لان اول شيء البترول نزل سعره وايد في الفتره الاخيره، وقامت البحرين ما عندها اكتفاء ذاتي من نفسها. فلازم احنا ندور طرق عشان نطور الاقتصاد الوطني للبحرين، وندور طرق جديده عشان نقدر ننمي الاقتصاد البحريني. فمن كذي بندش على النمو الاقتصادي. اهم شيء في النمو الاقتصادي عشان احنا نعرف ميزانيه الدوله. وين هي ميزانيه الدوله؟ وكم هي ميزانيه الدوله؟ وين تروح؟ وعلى اي وزارات؟ وفي وزارات تروح لها ميزانيه الدوله ما نعرف كم، وهي وزارات مخصصه. فاحنا نبي نعرف كم تدخل حق الدوله، لان 90% من دخل الدوله يدش من البترول. تعزيز وتشجيع البيئه الاستثماريه. البيئه الاستثماريه طبعا قبل الازمه اللي صارت في البحرين كنا نشوف طفره في البحرين، والناس تستثمر، والاجانب يستثمرون، والعمارات قاعده تقوم وكل شيء. بس في النهايه عقب الازمه شفنا طيحه، شفنا مشاريع واقفه. لازم الدوله تدش وتتدخل ويا القطاع الخاص علشان تحل هذه الازمه. وفي وايد امور من البرنامج الانتخابي اللي موجود عندكم، وايد انا ادمج القطاع الخاص ويا القطاع الحكومي، لان هذه هي الطريقه الوحيده اللي احنا نقدر نتطور فيها. الاكتفاء الذاتي وتنويع مصادر الدخل وزياده الناتج القومي للمملكه. نفس ما قلت لكم 90% من الدخل قاعد يدش من البترول. شلون احنا نقدر نطور الاقتصاد؟ الاقتصاد هو عباره عن كلمتين بس، هو استيراد وتصدير. ايش كثر انت تقدر تصدر برا وتقلل استيرادك من برا، هذه اللي هو بينمي اقتصادك. واحنا للاسف في دول الخليج معتمدين على البترول، ولو بد ان البترول بينزل سعره او بينفذ، فلازم نضمن مصادر دخل اخرى علشان احنا نقدر نضمن نمو هالاقتصاد. مثلا دعم الصناعات المحليه للتصدير الى الخارج. شنو قصدي بهاي الشيء؟ عندنا صناعات محليه، لو شنو تفكرون فيها؟ انا يعني لو حلوه تسمونها حتى حلوه البحرين، حتى الحلوه. ليش ما بتصدر الى الخارج؟
وهي معروفه هالكثر. اللي بتنباع برا اخر شيء الفلوس بتدخل لنا، بنقدر نشغل اوادم، بنقدر نزيد الدخل لنا، وبنقدر نزيد الدخل حق المواطن بشكل عام. حتى الطراريد، الطراد البحريني معروف في كل الخليج، انا قلت لهم طراد بحريني كونك هذه ما فوقه فوق. فليش احنا ما نقدر نبتدي نصدر هذه الصناعات المحليه اللي احنا عندنا؟ حتى من ناحيه المطاعم، عندنا مطاعم وايد زينه في البحرين وكلكم تدرون عنها، حتى في الاكلات السريعه اللي يسمونها. ليش ما بنك التنميه الاقتصادي وتمكين يحثون هاي الاوادم ويشجعونهم على اساس ان هم يبتدون يصدرون ويفتحون فروع برا؟ لان كل هذه بيزيد الدخل القومي حق البلد وتبتدي تدخل فلوس حق الدوله. التصدي للفساد المالي والاداري الذي قد يوجد في المؤسسات والادارات والهيئات الحكوميه. طبعا الفساد المالي موجود في كل محل في كل الوزارات، ولازم يكون في رقابه عدله تراقب هاي الشيء. هيئه مراقبه على كل وزاره تكون من مجلس النواب، ومجلس النواب ما قط من 2002 للحين ما قط وقف وزير وقدر يقول له ان انت قط اختلت الميزانيه عندك، ولا انت اخذت منها، ولا في خلل صاير، ولا شيء. ما حد يتجرأ انه يقول هاي الشيء. ليش؟ هذه حق تشريعي وقانوني حق مجلس النواب، والنائب هو عنده الصلاحيه من حكومه البحرين انه هو يواجه هذين الاوادم الوزراء وغيرهم من المسؤولين. إعادة برامج تمكين لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشديد الرقابة والأنظمة على المستفيدين. طبعا كان عندنا تمكين من أحسن البرامج اللي قدمتها الحكومة حق البحرين. شجعت اللي عندهم تجارات صغيرة وتجارات متوسطة أنها تكبر تجارتها في البحرين، وتدفع تعطيهم دعم 80% و20% على التاجر نفسه. فوايد ناس تشجعت ان هي تكبر وتبني وتكبر تجارتها. في النهايه بندوا علينا، لان انا بعد تاجر واحد مثلهم، بعد كنت اشتغل في التجاره. بندوا علينا ليش؟ لان صار الفساد حتى على عامه التجارات اللي موجوده في البلد. يروح الواحد مثلا، بعطيكم انا مثل اللي انا كنت اسويه. رحت انا اشتري كمبيوترات حق المكتب مالي، يعني 4 ولا 5 كمبيوترات. قلت لهم والله بكم الكمبيوترات؟ قالوا لي ب 2000 دينار. 2000 دينار؟ قلت لهم اوكي بدفع لكم ال 2000 دينار، بس بسويها عن طريق تمكين. قالوا لا، اذا عن طريق تمكين 5000 دينار. وهذه يخص كل شيء، مو بس الكمبيوتر، كل برامج تمكين. وقامت تصير الضربات على مستوى الوطن كامل. فخسروا تمكين في النهايه، وفلوسهم مدعومه من الاجانب اللي ندفع لهم ال10 دينار في الشهر والى اخره. فلوسهم مدعومه، خلصت فلوسهم. فشنو نقدر نسوي الحين عشان نرجع هذه الخدمه اللي قدمت لنا الدوله، واللي كانت هي من احسن الخدمات اللي قد قدمتها؟ الحين ردوا طبعا، بس بدل ما يدفعون لكم 80% من المصاريف، دوما يدفعون لكم 50% من المصاريف، اللي هي يعني نص على التاجر ونص على الحكومه. بس ما شددوا الرقابه، فبعد بتستمر الضربات وبتستمر الفساد وبتستمر هالسوالف هذه اذا احنا ما قدرنا نعدل هذه المشكله. فلازم يكون عندنا مراقبه ونظام واسس وطريقه عمليه نشتغل عليها، على اساس ان نقدر نحمي التاجر ونحمي المستهلك. الخدمات الصحيه، الدفع باتجاه انشاء مستشفى عام ومركزي لكل محافظه. طبعا احنا منطقه المحافظه الثالثه ما فيها مستشفى.